السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا لاباس وفي احسن الاحوال، تكون اموركم كلها مزيانه. فيديو جديد من بعد واحد الغيبه اللي هي طويله. فيديو جديد حبيت انا نشارك معكم هاد الموديلات ديال هاد الصالونات المغربيه. صالونات صراحه في غايه الروعه اللي عجبوني بزاف، وبغيت انني نشارك معكم وتاخذوا ان شاء الله افكار اللي بيبدل الصالون ديالو او اللي بيبدل الطلامط ديالو. فهما اشكال اللي هي زوينه من ناحيه ديال الخشب، من ناحيه ديال الطلامط، يعني من ناحيه ديال الخياطه، بالنسبه للريدويات، بالنسبه لجميع الاشياء اللي كنحتاجوها في الصالون المغربي ديالنا. الصالون المغربي اللي هو تقليدي وعصري في نفس الوقت، مريح بالنسبه للعين. كيف ما كتشوفوا هنايا عندنا هنايا التريات المغربيه اللي هما ضروري يكون عندنا في الصالون المغربي التقليدي. بالنسبه للخشب اللي هو دارج على الموضه، هذا النوع ديال الخشب اللي هو داخل فيه اللون الذهبي كيكون زوين، يعني الشكل جديد، دخل عليه العصرنه، يعني الاصاله والمعاصره. بالنسبه للطلامط كيف ما كتشوفوا هنايا هذه المبره، عندنا هنايا المطروز، الشكل ديالو زوين. هنا المطلاسي، شوفوا الخياطه ديالو، الشكل ديالو رائع وراقي. بالنسبه هنا راه مدخلين شويه ديال المطروز على الاوني. دائما هذا المزج ما بين الاوني، يعني كنديروا شويه ديال المطروز كيعطينا واحد الراحه بالنسبه للعين ديالنا، وكيجي داكشي راقي وزوين بزاف. شوفوا هنا الكوانات. اذا صالون صراحه اللي هو جميل وجميل جدا. بالنسبه للون فهو الباج، يعني الباج كلير اللي جا زوين، اللي كيتماشى بزاف مع اللون ديال الخشب. هنايا بالنسبه للخياطه، يعني هادشي اخر ما دارش في الخياطه. صراحه بالنسبه لهاد السيدات الصغار او لي كالدون كيجيو زوينين. هنا بالنسبه للصالون الثاني اللي حبيت انني نختار لكم، اليوتيوبرز كاينه معنا، يعني يوتيوبرز التاويل مع فدوى. زوين بزاف. اخترت الوان اللي هي صراحه زعمات عليها بالنسبه للون اللون الاسود اللي قليل الناس فين كيزعموا عليه. كذلك هنا اللون ديال الخشب او الشكل ديال الخشب اللي هو سامبل، ما فيه لا نقش لا حتى شي حاجه، مثل الصالون الاول. يعني البني دائما مع الذهبي اللي هو دارج في صراحه كيجي زوين بزاف وما عمره ما غادي يموت. يعني كنظن ان هذا النوع هذا ديال الصالونات كيبقى حي لانه سامبل. بالنسبه كيف ما كتشوفوا هنايا درت وسيدات هكا باللون البرتقالي باش تخرج هذاك الصالون ديالها، ودرت المطلاسي هنايا في اللون الباج. وكما قلت لك زعمات بزاف على اللون الاسود اللي قليل فاش كنزعموا عليه، ولكن جاهز زوين ورائع جدا. الارضيه ديال الزرويه فهي اختارت يعني اللون الباج كذلك باش كتعطينا واحد الرؤيه اللي هي يعني رؤيه اللي هي هادئه، واحد الراحه صراحه. صالون طلع غزال، يعني فيه جميع التفاصيل كيف ما كتشوفوا هنايا. الخشب رائع، الثوب كذلك فهو من المبرة ومن المطروز. اخترت انا يعني جوج انواع ديال المطروز. وهذا اللون يعني الشكل الثالث اللي حبيت اني نشاركه معكم، يعني كذلك المطروز في اللون الباج. صالونات يعني مختلفه. انا في اللون الذهبي كيف ما كتشوفوا هنايا. دائما هاد الشكل ديال الطليمطات ديال المطروز اللي فيهم هاد الشكل ديال العريشات، فهما الاثمنه ماشي غاليين بزاف، يعني اثمنه اللي هي مناسبه. غير خصكم تعرفوا كيفاش تقادوا الصالون ديالكم، يعني فاش كتدخلوا الاني اولا يعني مع هاد الثوب المطروز، فيعني بليصات اللي هما صغيورين هكا، فكيتقام عليكم الصالون ماشي غالي. غير خصكم تعرفوا كيفاش ديروه. هنايا المطلاسي هذا راه كاين اللي كيتباع واجد مقاد، وكاين اللي كيقادوا لكم الخياط، يعني كياخذ الاني ومن بعد كيدير له لاواط وهذا وكيتصاوب. كيف ما شفتوا هنايا اختاروا اللون الذهبي. هذا النوع ديال الخياطه فهي سامبل حتى هي في الذهبي، جات زوينه بزاف. اذا صالون اللي هو كذلك زوين، خصوصا يعني هنايا بالنسبه للثوب، بالنسبه للشكل ديال التفريشه فهي جات زوينه. اذا احنا مقبلين ان شاء الله على سنه 2023. فاللي بتفرش يعني هادو اخر صالونات اللي هما دارجين وزوينين بزاف. هانتوما يعني كل وساده
وكي داير ليها الخياطه ديالها. حبيت انني نشارك معكم هذا النوع ديال الصالونات المغربيه، الصالونات اللي هما زوينين وراقيين، وحتى التكلفه ديالهم راه ما كيتقاموش يعني غاليين بزاف. خصكم غير تعرفوا كيفاش ديروا، يعني ديروا الاني بزاف وكديروا معاه المطروز دابا راه ما شاء الله راه ولاو اشكال بزاف كاينين. على كل واحد وعلى حسب الجيب ديالو يمكن لك تختار يعني المطروز اللي هو في نوعيه اللي هي متوسطه، فكيكونوا اثمنه اللي هما مزيانين بزاف. مثلا هذا المطروز هذا راه الثمن ديالو مزيان ماشي غالي بزاف. وكيف ما قلت لكم خص غير كيفاش ديروا يعني تاخذوا فكره بحال هكا، تشوفوا انواع ديال الصالونات وغتاخذوا فكره. وبطبيعه الحال كل واحد غادي يتماشى على حسب الجيب ديالو. هنايا هذا الشكل ديال السدادر فهما باللون الذهبي، يعني هاد بشكل ذهبي اللي جاو حتى هما مزيانين. الزربيه كذلك اللي هي في اللون اللي هي فاتح باش كتعطينا واحد النظره اللي هي مزيانه. كنتمنى ان هاد الصالونات اللي حبيت اني نشاركهم معكم انهم يعجبوكم وانكم تاخذوا افكار. كذلك بالنسبه هنايا للريدو فهما كاينين بزاف ديال الانواع ديال لي ستور او الريدويات يعني اللي ولاو دابا دارجين بزاف. كيجيو حتى هما مزيانين بزاف. واخيرا ما تنساوش تشتركوا في القناه لاول مره يشاهد قناتي، ما تنساوش تشتركوا في القناه وضغطوا على زر اشتراك وتفعيل الجرس. وشكرا جزيلا على المتابعه، ومرحبا بكم في قناه ليلى المراكشيه تي في. والى الملتقى ان شاء الله في شي فيديو جديد. وعذرا على تاخيري وعلى عدم يعني التجاوب ديالي معكم في اليوتيوب، لانه وليت يعني مقله بزاف. كما قلت لكم كنتمنى ان هذا الفيديو هذا يكون فادكم وانه يعجبكم، وخصوصا الصالونات اللي حمقوني يعني الصالون الاول وكذلك الثاني فهما روعه مما يكون. كما قلت لكم ما تنساوش تشاركوا في القناه. والى الملتقى ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله، وفي رعايه الله. مع السلامه.